أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، وفيها نتوقف عند عودة المغرب إلى صفوف الاتحاد الإفريقي أو انضمامه إليه بعد حصوله على تأييد 39 دولة في قمة الاتحاد الإفريقي 28 بأديس أبابا، وذلك بعد قطيعة دامت 32 عاما. مع ضيفي مشاهدينا الكرام عبر الأقمار الصناعية من الرباط، أولا سيد طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. سيد طارق أتلاتي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة. اهلا وسهلا، تحيه لك سي حكيم ولمشاهدي قناه فرانس 24 ولضيفك الكريم. مرحبا بك، وارحب انا وانت ايضا بضيفي في الاستوديو سيد محمد بن خروف، الباحث الجامعي والناشط الحقوقي. سيد محمد بن خروف، اهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوه. شكرا على الاستضافه. ايضا احيي مشاهدي قناه فرانس 24 واحيي ضيفك الكريم من المغرب الشقيق. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكما. سؤالي الأول قبل أن نخوض في المضمون أستسمحكما أبدأ بهذا السؤال: هل هي عودة أو انضمام؟ أطرح هذا السؤال لأن الجزائر ما زالت مصرة على أن الأمر لا يعتبر عودة ولكن انضماما جديدا، وفق حتى آخر تصريحات وزير الخارجية الجزائري سيد رمضان العمامرة، يقول أنه ليس مطلوبا أن تكون متخرجا من جامعة السوربون أو خبيرا في القانون لكي تفهم أن هذه القضية هي قضية انضمام وليس عودة كما يروج. أستسمحك في الرباط سيد طارق أتلاتي أن أطرح سؤال أولا على ضيفي هنا في الاستوديو سيد محمد بن خروف، الباحث الجامعي والناشط الحقوق الذي يتفق مع هذا الرأي. قبل أن أحيل الكلمة إليك، تفضل سيد محمد بن خروف، عودة أم انضمام؟ ولما هذا الأمر يثير إشكالا؟ شكرا. يعني يثير إشكال ربما إشكال خاطئ. المغرب عودة إلى الساحة السياسية الإفريقية، لكن للمؤسسة مؤسسة الاتحاد الإفريقي هو انضمام أول. المغرب كانت عضو في منظمة الوحدة الإفريقية وانسحبت منها سنة 1984، ومنذ ذلك العهد لم تدخل في الاتحاد الإفريقي، لم تنضم إلى الاتحاد الإفريقي حين تغير في 2002. نعم، ويعني جالت في الساحة العربية والمشرق، ويعني هي خسارة لإفريقيا، خسارة لإفريقيا. ويعني كان لازم مع قليل من الحكمة أن تعود المغرب إلى سياستها الراشدة وتعود إلى إفريقيا، إلى بيتها المغربي، إلى بيتها الإفريقي. لكن فقط حتى يعني يتضح للمشاهد الكريم أن هناك حتى ما يكونش هناك خلط بين العودة والانضمام. هذا الانضمام هو انضمام جديد للاتحاد الإفريقي للمملكة المغربية بدون شروط. هذا يجب أن يعرفه العام والخاص، لأن المغرب كانت تشترط للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بطرد وفد الجبهة البوليساريو وتراجعت عن ذلك. جيد، أعود إليك الآن سيد طارق أتلاتي، عودة أم انضمام؟ استمعت لضيفي موقفك من هذا الأمر، ويقول أن المغرب انضم لي المرة الأولى للاتحاد الإفريقي من دون شروط، وسنعود لاحقا على المضمون. فقط من حيث الشكل، تعليقك عن الأمر وعلى ما قاله ضيفي سيد طارق أتلاتي. أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا. أولا للتوضيح فقط، هل مؤسسة الاتحاد الإفريقي هي استمرار لمنظمة الوحدة الإفريقية أم أنها مؤسسة جديدة وأن القارة الإفريقية لم تكن لها مؤسسة جامعة لهذه الكتلة إلا بعد تأسيس الاتحاد الإفريقي؟ على العكس من ذلك، فإن مؤسسة الاتحاد الإفريقي هي استكمال واستمرار لمنظمة الوحدة الإفريقية، والتي تأسست هذه المنظمة على أنقاض التحرر من الاستعمار آنذاك، والتي كانت المملكة المغربية آنذاك إحدى الدول الرئيسية الفاعلة ضمن مجموعة من الدول التي دافعت حتى عن استقلال جنوب إفريقيا. وبالتالي نقول أن المملكة المغربية وأي دولة بطبيعة الحال كيفما كانت فإن لها قرارات تدافع بها عن سيادتها، وحينما تمس هذه السيادة فإنها تكون حرة في اتخاذ القرار الذي يناسبها. وبالتالي
المملكة المغربية، ولا نعود إلى الماضي لأننا أبناء الحاضر لكي نستشرف مستقبلا. المغرب انسحب نتيجة لسياق معين كانت تحدده ظروف معينة، يعني خضنا فيها سي طارق ثلاثي حتى في السابق، ولكن الآن أنت تعتبر الأمر عودة. هذا ما أردتها أن نتوقف عند هذه النقطة أولا، عكس ما قاله ضيفي بالنظر للحجج التي قدمتها الآن من أن المنظمة يعني مكونات المنظمة لم تتغير وأصبح اسمها الاتحاد الإفريقي. ألو سي طارق ثلاثي، هل تستمع إلي؟ نعم معك سي حكيم. أنا قلت بأن فعلا بأن المنظمة الوحدة الإفريقية ونتيجة لتغير السياق الذي يحط على القارة تغيرت إلى ما يسمى اليوم إلى الاتحاد الإفريقي، بمعنى أنها استكمال واستمرار لمؤسسة تضم دول القارة. وبالتالي المملكة المغربية اليوم حينما عادت هذا اليوم إلى القارة الإفريقية فإنها تعود باشتغال لعقد من الزمن، بمعنى أنه قبل حتى أن يعاد تشكيل تسمية هذه المنظمة إلى الاتحاد الإفريقي. حتى نتجاوز هذه الأمور الشكلية ربما التي تعني الكثير للكثيرين، نتحدث نتحدث عن هذه العودة والانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بتأييد من 39 دولة، من 39 رئيس دولة، في الوقت الذي كان المغرب يحتاج فيه فقط إلى 28 عضوا لقبول طلبها. تعليقك سيد محمد بن خروف على هذا الأمر؟ هل هذا دليل على أنه ثمة رغبة جامعة وجامحة، رغبة الأغلبية في أن يعود المغرب من الباب الكبير إلى حضن أو الانضمام سميه كما قلتها منذ قليل في مقدمتي؟ قلتها في مقدمتي بأن المغرب بيته في المغرب العربي وفي إفريقيا، رغم الجدل الحاد الذي ميز جلسة اليوم والتأخير، الرغبة في تأخير والانقسام. الإخوة موجودون في القارة السمراء برغم اختلافاتهم وبرغم كل ما يمكن أن يكون هناك، إلى أنه كان من الواجب فتح قنوات الحوار المتبادل، ولم تكن هناك أسباب يعني قاهرة لانسحاب المغرب من هذا البيت الإفريقي والبيت المغاربي. واليوم عاد إليه بعد 28 قمة لم يحضرها المغرب. يعني هذه خسارة كبيرة. كان من المفروض أن يثر النقاش داخل البيت الإفريقي وينظم البيت الإفريقي من طرف الإفريقيين أنفسهم، والخلافات الموجودة نعم 39 دولة من بين 54 المغرب بدخول انضمامها اليوم تصبح الدولة 55 في هذا الاتحاد الإفريقي، وهذا مما يثري النقاش داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. وهناك يعني رغم الانقسامات ورغم الرفض الذي شاب، أنا قلت بأبواب الحوار يجب أن تكون مفتوحة. وواحد من أولئك المؤسسين لهذا الاتحاد الإفريقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكدوا مرات عديدة بأن يكون هناك حوار بناء داخل البيت الإفريقي. سيد طارق ثلاثي ضيفي يثمن ربما هذا الانضمام وهذه العودة من جهة الترسيخ الحوار المطلوب بين المغرب والحضن الأفريقي. كانت ثمة رغبة في تأجيل إعلان عودة المغرب، تأجيل الجلسة إلى الظهيرة، جدل حتى بين الرئيس الفا كوندي ورئيس جنوب أفريقيا وبعض الرؤساء. تعليقك أنت على قبول 39 دولة لهذه العودة؟ تفضل. نعم، أولا سي حكيم يجب أن نوضح مسائل مهمة جدا. عودة المملكة المغربية لم تكن في سيرورتها بالأمر الهين والسهل الذي نتحدث عنه اليوم. لقد عانت المملكة المغربية من تشويش عديد من الدول التي كانت ترفض رفضا قاطعا عودة المملكة المغربية إلى حظيرة المؤسسة الإفريقية. واشتغل جلالة الملك، ونقول تحية لجلالة الملك على جهوده الدبلوماسية بعلاقاته الخاصة برؤساء دول وحضوره في القارة الإفريقية غربا ووسطا، مما مكنه من التحصل على هذا الرقم الكبير الذي هو 39 من 54، والذي ضمن له الدخول إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي بقوة القانون. لا ننسى
إلى الأمس فقط أنه كان هناك اعتراض كبير من طرف زوما ومن يحوم حولها وبالتالي كان هناك نعم، وكان هناك أخذ ورد في المسألة لدرجة اتهام رئيس الاتحاد الجديد بالتحيز، وهو الأمر الذي عكسته منطقيا الديمقراطية في شقها الانتخابي، بحيث أن 39 دولة أكدت ويعني تمنت عودة المملكة المغربية اليوم، ونحن أبناء اليوم ونستشرف المستقبل. كل الخلافات بطبيعة الحال التي كانت سببا في ابتعاد المملكة المغربية اختيارا عن المؤسسة منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والتي بطبيعة الحال لسياق الكل يعرفه كانت تنحرف نتيجة للوضع الذي كان يعرفه العالم إبان الحرب الباردة آنذاك. وبالتالي نقول اليوم النزاع الحدود اليوم أو النزاع الجهوي في المنطقة الذي تتحجج به بعض الدول ليس النزاع الأوحد الذي يوجد في إفريقيا، وبالتالي حتى من كان يقول بعدم عودة المملكة المغربية إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي، أنا أتساءل هل الحدود المملكة المغربية هي توجد خارج القارة الإفريقية؟ هي جزء، بل أنها توجد في موقع استراتيجي للقارة الإفريقية. حتى أكون منصفا من حيث الوقت، يبدو أنك لم تتفق مع ما قالها سيد محمد بن خروف. أي نقطة تحديد؟ نعم، لم أتفق معه في النقطة التي يعرفها ويدركها جيدا ولم يشر إليها، وهي نقطة حول الصحراء الغربية التي يعتبرها معظم الأفارقة هي نقطة نزاع، منطقة استعمار، آخر مستعمرة في إفريقيا. وهذا الملف موجود فوق طاولة الأمم المتحدة، الكل يعرف بأن محل نزاع ولم تحل هذا محل نزاع. والمغرب أرادت من انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي أن تنضم بشروط، ومن هذه الشروط أن يطرد وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، وأن الحق الصحراويين هو حق مشروع. وهذا الذي لا أتفق معه ربما مع ضيفك الكريم من المغرب. وهذا الملف هو مطروح حاليا فوق طاولة الأمم المتحدة. يجب إعطاء الأمم المتحدة هذه الإمكانية لحل هذا النزاع، ولا يمكن أن يكون هذا النزاع محل يعني خلافات كبيرة بين الأشقاء في المغرب العربي أو في إفريقيا. وهذا انتصار سياسي كبير لما ينضم المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من دون شروط. انتصار سياسي لمن؟ نعم، لانتصار سياسي القضية الصحراوية. سمعت مقالة سيد طارق التلاتي، أنت تقول أن المغرب دخل بقوة القانون، وهو يعتبر دخول المغرب أو عودته اليوم هو انتصار سياسي من وجهة نظره. ما ردك عليه طارق التلاتي؟ انتصار سياسي للقضية الصحراوية. نعم، أنا أتفق مع الضيف الكريم بن خروف في مسألة واحدة، هي أن المعطيات التي يتحدث بها الأستاذ الكريم هي معطيات قديمة جدا قبل أن تصبح 39 دولة مع المملكة المغربية للعودة. وهنا نعطي دلالات هذا الرقم، بمعنى أن أولا هناك جهود قوية لجلالة الملك، وهذه الجهود الدبلوماسية كانت كبيرة في الحضور، ليس فقط في الغرب الإفريقي ولكن أيضا في الوسط الإفريقي وفي التكتلات الاقتصادية القارية. هذا أولا. ثانيا، البعد الثاني وله دلالات قوية كبيرة جدا، وهو نضج الدول الإفريقية حكومات وشعوب، بمعنى أن هذه الدول لم تعد تؤمن بالمعطيات التي كان يفرضها ويحطها السياق القديم جدا، والذي كان يحط يعني مخلفات الحرب الباردة، والتي نتجت نزاعات جهوية للأسف من بينها هذا النزاع. والآن لماذا نقول؟ لأن مربط الفرس اليوم نقول لماذا انسحبت المملكة المغربية؟ المملكة المغربية انسحبت لأن منظمة الوحدة الإفريقية انسحبت عن مبادئها وأهدافها الأساسية. واعترفت اسمح لي ساعتين. اعترفت بدولة غير معترف بها في الأمم المتحدة، بمعنى كيف لتكتل لا يؤمن بالمبادئ الدولية. لكن هذا الوضع ما زال قائما. سيد طارق التلاتي، أنا متفق. هذا سؤال طرحه أيضا ضيفي الآن. أنا متفق معك. وبالتالي نحن عهدنا من جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه للعرش وهو يقتحم غمار الصعاب
لاحظ معي أنه إبان ما يعرف بالربيع العربي كان الزعيم الأوحد والوحيد الذي طلع على شعبه في خطاب وتحمل مسؤوليات جسام. اليوم ها هو يقود معركة أخرى، معركة سلمية إنسانية هادئة، وينقل هذا الصراع. لأن لاحظ معي، وسنعود إلى تفاصيل المعركة هذه سيد طارق قتلات. استسمحك أني من واجبي أن أكون منصفا معك ومع ضيفي في الاستوديو. من حيث الوقت. يقول حججك كانت سابقا صحيحة، ولكن اليوم المعطيات تغيرت داخل الاتحاد الافريقي، التوازنات تغيرت، ولعل اكبر دليل على ذلك هو التصويت الكبير لصالح عودة أو انضمام المغرب للاتحاد الافريقي. الكل كان قد يصوت لانضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي، وهذا من دون شك، قلتها منذ قليل ان البيت الافريقي مفتوح لكل الافارقه. فقط نقطة الخلاف التي كانت موجودة هي عدم منح المغرب الهيئات الدولية الرسمية لحل النزاع الصحراء الغربية. هذا ما زال قائما حتى في الاتحاد الإفريقي. هذا ما معناه أن 38 دولة التي صوتت لصالح انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، معنى هذا أنهم يتغاضوا النظر عن القضية الصحراوية. هذا ما هوش موجود، ما هوش مطروح في الملف الاتحاد الأفريقي. وقلت إذا كانت هي خطوة إيجابية من طرف دبلوماسية من طرف المغرب لانضمام الاتحاد الإفريقي، يعني خطوة شجاعة من دون شروط مسبقة، هذه خطوة شجاعة يمكن أن نسجلها في دبلوماسية المغرب. لكن فقط يجب الالتفاف بعد هذا إلى الحوار الشامل داخل البيت الإفريقي، وإعطاء هذه القضية حقها من الذي يجب أن تعطيه أي قضية التي دونت هي قضية استعمارية وآخر مستعمرة في إفريقيا. سيد طارق قتلاتي يقول ضيفي أن ما وصفته أنت بتغير التوازنات وحتى التصويت 39 لدولة للمغرب لأجل عودة المغرب وانضمامها للاتحاد الإفريقي لا يعني هضم حقوق جبهة البوليساريو في المقابل. هذا أولا. ثانيا، أنت تتحدث عن معركة الآن. ضيفي يحبذ التركيز على مسألة الحوار. معركة المغرب يقول كثيرون أنها وفقهم ستركز على ضرورة تعديل ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي، بمعنى الاتكاء على عدم توفر شروط الدولة في جبهة البوليساريو. ردك على ما قاله السيد محمد بن خروف. نعم، أولا فيما يرتبط بهذه النقطة، هي بطبيعة الحال صارت من المواضيع المستهلكة جدا والتي أعطت مواقف وقرارات كثيرة جدا. نحن نقول إذا كان هذا النزاع الذي في جبهة البوليساريو هو يعني نزاع مدول وهو مطروح لدى الأمم المتحدة، والأمم المتحدة لا تعترف بجبهة البوليساريو كدولة، فلماذا ما زال البعض يتشبت بأن تكون جبهة بوليساريو دولة داخل الاتحاد الإفريقي؟ كيف لإطار تكتلي قاري يريد أن ينسخ شيئا غير موجود دوليا؟ نحن نقول اليوم 39 دولة، المملكة المغربية خاضت معركة كبيرة وحققت، لا ننسى بالأمس القريب لم تكن إلا السنغال وبعض دول إفريقيا الغربية التي كانت تلعب دور الحليف داخل هذه المؤسسات للمملكة المغربية. وبالتالي لاحظت المملكة بأن جبهة البوليساريو تحظى بدعم قوي من داخل الاتحاد الإفريقي ويصرف في أوروبا وأمريكا. اليوم المغرب يوجد داخل الاتحاد الإفريقي وينقل هذه المعركة إلى داخل الاتحاد الإفريقي. وأنا أقول وأحسم المسألة منطقيا أن 39 من أصل 54، أنا أقول بأن من ما زال يتشبت بطروحات الماضي عليه أن يضع يده في يد المملكة المغربية وباقي الدول الإفريقية من أجل التنمية الإنسانية للإنسان الإفريقي. الإنسان الإفريقي المشرد المهمش، وللأسف والخيرات موجودة في إفريقيا، ولكن هذه النزاعات الجهوية هي التي جعلته في هذه الصورة. يقول أن المغرب نقل المعركة إلى داخل الاتحاد الأفريقي، ويقول أن جبهة البوليساريو ليست لديها وأنت لأن أبواب ردود فعلك لم تكن متفقة معه. ليست لها مقومات الدولة. بالدليل أن الأمم المتحدة لا تعترف بها. إذا كانت نية المغرب
إذا كانت نية المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي هو انضمام إلى هذه الهيئة السامية الإفريقية التي من خلالها أنا أشاركه أيضا الرأي من أجل الاستثمار في العنصر البشري الإفريقي والرقي بهذا العنصر البشري الإفريقي كل افريقيا، دون ان ننسى بان هناك اخر مستعمرات في افريقيا. هذا المغرب لديه معركه دبلوماسيه نعم داخليه. هو لم ينضم الى الاتحاد الافريقي فقط من اجل التنميه، ولكن لديه معركه يود خوضها من الداخل. هنا كان وجهان. الوجه الاول هو ان المغرب بعدما خرج من افريقيا وذهب الى المشرق العربي وبقي سنوات في المشرق العربي من اجل ان يضم كل المشرق العربي بأن هذه القضية قضية عادلة، ولما لم يتجاوب المشرق العربي كله معه وجد أن القضية الصحراوية أخذت يعني أبعاد كبيرة وانتصارات بعد انتصارات ليست فقط في إفريقيا. أوروبا اليوم معظم بلدان أوروبا اليوم تساند هذه القضية. هذه المعركة من الداخل هل هي مبررة؟ سي حكيم سأعطيك الكلمة باختصار. معركة المغرب الدبلوماسية من أجل داخل الاتحاد الافريقي من أجل إثبات دخول معركة للتنصيص على إمكانية طرد عضو قائم لا تتوفر فيه شروط الدولة. إذا كان المغرب يريد حقيقة أن ينضم إلى إفريقيا من أجل الاستثمار في العنصر الإفريقي أو هذا مقبول، عدا ذلك لا. عدا ذلك لا. تفضل سيد طارق قتلاتي. نعم سي حكيم، لنتفق على أمر مهم. المملكة المغربية هي دولة كاملة السيادة وتدافع عن حقوقها ووحدتها الترابية. هناك نزاع نعم، ولكن إذا كنا ديمقراطيين ونؤمن بالديمقراطية، اليوم الاتحاد الإفريقي 39 عضوا صوتوا لصالح المملكة المغربية، 10 امتنعوا و4 تخلفوا، بمعنى أن الفارق شاسع كما هو فارق ترامب مع كلينتون. يجب توضيح فقط سيدي إذا كنا للتوضيح إذا كنا نؤمن بالديمقراطية. أخي المحترم نعم. فقط يجب توضيح أن هذا التصويت لم يكن بشروط مسبقة من طرف المغرب. هذا يجب تأكيده. لا اسمح لي سي بن خروف، اسمح لي لأكمل. أنا سأكمل. أنا قلت اليوم المملكة المغربية تعود إلى المؤسسة كدولة قوية، وبالتالي هي اليوم تحضر بهذا العدد الهائل من الدول 39 دولة. هذه الدول ما الذي دفعها اليوم إلى أن تتجه نحو المملكة المغربية وتتخلى عن طروحات الماضي؟ هو نضج المملكة المغربية ونضج هذه الدول الإفريقية. هو يقول أنها لا يعني ذلك التخلي عن طروحات الماضي. سيد طارق قتلاتي، معنى الأمر الذي يصوت لصالح عودة المملكة المغربية يعرف جيدا بأن المملكة المغربية لها معركة دبلوماسية وستكون داخل الاتحاد الإفريقي، وهم مستعدون للدفع بالمملكة المغربية لكي تستعيد كامل حقوقها. وأنا قلت ذلك لأن هذه الدول نضجت شعوبا وحكومات ولم تعد تستهويها الشعارات الماضي التي تخلق النزاعات الجهوية والحكومات والدول الوهمية. هل معنى ذلك التخلي عن أطروحات الماضي كما يقول ضيفي سيد طارق قتلاتي فعلا هذا القبول بانضمام وعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي؟ هذا لم يكن واردا ولن يكون واردا في منظمة الاتحاد الافريقي، بسبب أنه جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي. هذا يجب أن لا ينساه الأخ الكريم. غير موجود في الأمم المتحدة كدولة. هذا يجب أن لا ينساه الأخ الكريم بأن جبهة البوليزاريو أو جبهة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي وتتمتع بكامل صلاحياتها داخل هذا غير معترف بها في الأمم المتحدة. هذا ما تقوله أنت. تغيير الميثاق الداخلي، هل هذا ممكن لعدم توفر شروط الدولة في جبهة البوليساريو؟ هل هذا جائز؟ لا، من يقول أنه غير ممكن، غير متوفر شروط الدولة في جبهة البوليساريو؟ غير معترف بها. قال هذا ضيفي معترف بها لأن محل نزاع حتى الآن. أن الملف، أنا قلت منذ قليل أن الملف محل نزاع، آخر مصنفة بأنها آخر مستعمرة في إفريقيا. هذا عنده دلالات كبيرة، والملف موجود فوق منظمة الأمم المتحدة، وهناك بعثة المينورسو اللي راهي موجودة في المنطقة اللي راهي تراقب الأمور. يعني ملف مع المبعوث الجديد
هذا ملف الصحراء الغربية يعني ماهوش مشكوك فيه بأنه محل نزاع استعماري، هذا يجب تصفيته، يجب تصفية الاستعمار في إفريقيا، وهذا ما كانش دولة في إفريقيا اللي راهي ضد هذا الطرحان. إذا كانت العودة للتنمية والمشاركة في الجهد الإفريقي فنعم، إذا كانت العودة لطرد جبهة البوليساريو فحظوظ المغرب ضعيفة بل منعدمة. يقول ضيفي. أختم معك السيد طارق أتلاتي لأن الوقت دهم. باختصار لو سمحت. حكيم، أنا احتراماتي الكبيرة للضيف، ولكن أقول له أمر في هذا الباب. المملكة المغربية اليوم وهي تعود، لأن الخطاب الذي يتحدث به زميل بن قروف هو الخطاب الذي تحدثت به دول منعت المملكة المغربية ووقفت سدا منيعا لكي تعود المملكة إلى حظيرة المؤسسة الإفريقية. ولكن اليوم بعد المعركة الأولى كمحطة أولى للعودة عادت المملكة المغربية، وأنا أبشره بأن المحطات المقبلة ستكون معارك قانونية دبلوماسية سلمية تعيد كامل الحقوق للمملكة المغربية، لأنها صاحبة حق ولا الحق لا يعلى عليه. أشكركما. أتمنى أن يكون انضمام المغرب إلى هذا الاتحاد الإفريقي هو انضمام يأتي بالخير يعني لكافة إفريقيا، لكافة شعوب إفريقيا، وتزول هذه النزاعات وتفتح كل حدود إفريقيا للأفارقة إن شاء الله. أشكركم جزيلا. نستشرف مستقبل أخي بن قروف. أشكركم جزيلا الشكر على قبول هذه الدعوة عبر أقمار صناعية من الرباط. سيد طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. وكل الشكر جزيلا لك أيضا في الاستوديو سيد محمد بن خروف الباحث الجامعي والناشط الحقوقي على قبول دعوتنا. أهلا بك. كنتم مع مرحبا بكم على قناة بلادي تيوب اللي كتقدم لكم أهم الأخبار على مدار الساعة. لا تنسى الاشتراك بالقناة لتصلك جميع وآخر الأخبار. فرجة ممتعة.